أعزائي متابعي قناة تعلم نفسك مع أحمد في مصر وفي دول العالم العربي، أهلا ومرحبا بكم. وتعالوا نكمل حلقاتنا مع بعض بالحروف المكررة في خط النفس. تعالوا هناخد النهارده مع بعض حرف الر. وحرف الر ليها شكل عادي الاستثناء والر الرحمانية اللي هي هنبدأ نشوف بنعملها ازاي. بص يا جماعة، أول حاجة ر الرحمانية. الأول بعمل نقطة كده، تمام؟ وبعدين بروح نازل كده. الحركة اللي بعديها بقوم طالع أحاول إن أنا أقسمها لكم عشان تبقى واضحة. تعالوا شوفوا يا جماعة، القوة الرأسية أنا بنزل هنا بعمل يعني بداية أول حركة دي واليمين لغاية ما أنزل ل9 ونص. التجويد ده يبقى جواه هنا صفة نقطة، وبعدين لما بطلع هنا نهاية الجزء ده اللي هو الطرف بتاع الري ميوصلش لغاية نفس النقطة، يبقى في فرق مسافة نقطة بينهم المنظر اللي احنا شايفينه. طب التجويد ده كده هو نقطة، بعدين ناخد هنا برضه التجويد ده يعني نص نقطة. ادي منظر الرحمة. تعالوا نكتبها على حركات، شوف هنعمل ازاي. ادي اول حركة نقطة، وبعدين منها وانزل كده اهو. ادي الجزء ده كده عندي ده واحد، وبعدين ده اهو اتنين لغاية هنا، وبعدين الجزء بتاع الصعود ده 3. هي سهلة جدا وبسيطة ومرنة في كتابتها، مفيهاش أي جزء. يعني التمرين يا دوب حاجات بسيطة هتلاقوها اتظبطت معاكم وجت معاكم مظبوط أوي 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 بالشكل ده. المهم نحفظ الشكل الأبعاد والمقاسات بتاعته. طيب تعالوا نشوف الرجل التاني شكلها ايه. بالتاني أول حركة فيها اهي، وبعدين خدوا بالكم من مسكة القلم، بنزل بالقلم كده، وبعدين
الجزء ده يترسم. نشوف مقاساتها عاملة ازاي. طيب شوف هنكتبها على حركات، نرجع نجمعها تاني. ادي الحركة الأولى، خلي بالكم الناس كتير أوي. دي الحركة الأولى، ادي الحركة التانية، ادي الحركة التالتة هي الرسم. الارتفاع ده نقطتين، هنا ده نقطة نفس لغاية الرقبة بتاعت الجزء الأولاني. المسافة دي بقى نقطتين بس. جميل. طب أنا عشان أظبط الميل ده أعمل إيه؟ بص ده، أنا لو خدت الجزء ده هنا اللي ده عرضه نقطتين، ده بالنظر كده، يبقى بعمل إيه؟ أنا بكتب الجزء الأولاني وأنا نازل، أنا بنزل يميل بحيث يبقى الارتفاع ده نقطتين، وهنا باجي عند نهاية النقطة التانية اللي فوق، وبعدين أبدأ أعمل الجزء اللي يترسم. نشوفها تاني مع بعض. ادي لو فوق نقطتين، هنا تلاقيني واخد الجزء ده فوق من هنا. لما نزلت بقى هنا أنا نازل بميل، أول هنا أخلص الجزء ده أهو عند نهاية النقطة التانية اللي أنا عاملها جايد ليا، وبعدين الجزء ده اللي أنا برسمه بنزل ارتفاع النقطتين دول بالميل من أول النقطة الأولى للتانية، فهيظبط معايا. وهتلاقي دي كده نقطتين ونص. يبقى تاني على بعضها بسيطة وسهلة، محتاجين بس نتمرن عليها شوية مع الوقت، سواء هي أو التانية مش حاجة صعبة. هتلاقوا الموضوع سهل جدا، بسيط وسلس. نشد حيلنا ونتمرن، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة الجاية بحرف جديد من حروف خط النسخ.